السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا تعالوا نعمل بقى البسكوت الجميل اللي مقرمش اللي بالمكنة، ما العيد ما يبقاش عيد الا لما نعمل البسكوت دوت. عايزه اقول لكم انا عملت بسكوت المكنة طلع مقرمش وجميل وفظيع بدون رغي كتير. تعالوا نشوف المقادير. انا جبت العجان بتاعي. انا هقول مقادير الكيلو اللي انا عاملاه عندي في العجين. اللي عايز يعمل بقى اكتر من كده بتضاعفي الكميه. انا عن نفسي عملت كيلو. انا جبت معايا نص كيلو 550 جرام من الزبده الصفراء. حطيتها في العجان بدرجه حراره الغرفه يعني. ولا يعني طلعتها من التلاجة قبلها بربع ساعه كده، نص ساعه. تمام. ونزلت عليها بنص كوبايه من الزيت الذره. ونزلت عليها باربع بيضات. مادام هنضرب في العجان يبقى ملوش اي لازمه الا انا افصل الصفار عن البيض لان كله هيختلط مع بعضيه. بعد كده جبت نص كوبايه من الحليب، نزلت عليها بربع معلقه من النشيدر. ربع معلقه يا جماعه، ما تكتريش عن كده. وهتضربي كل المقادير بتاعتك في بعضيها كده. وبعد كده نزلت بكوبايه ونص من السكر البودر. نزلت بالفانيليا، نسيت اقول لكم الفانيليا. وهنزل بالدقيق بتاعي حبه حبه لحد ما الاقي ان العجان بتاعي خلاص اتكسح ومش قادر. مسكت العجينه بتاعتي كانت لوز 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 فظيعه. همسكها كده اغطيها واعينها في التلاجة قيمه نص ساعه ترتاح معايا عشان اعرف اشكلها كويس في المكنه. عايزه اقول لكم التكه بتاعت التلاجة دي مهمه. تعالوا بقى نعمل مع دلوقتي صينيه. انا عملت صينيه تيست الاول، قلت لا مش هغامر بالكميه الا لما هعمل التيست دوت واجرب الصينيه الصغننه ديت في الفرن. تلقائي جربتها على درجه حراره 160 وهتطلع زي ما قدامكم دلوقتي حالا. بصوا الجمال يا كحك العيد بقى يا بسكويت. بصوا الجمال، بصوا بوريكم ان هو مقرمش بقى. كان فظيع قوي. انا كده لما اطمنت ولقيت الكميه بتاعتي كانت مظبوط، لقيت بصوا جوزي خطف واحده كده على طول، خطف على طول قال لي هاتي واحده لما الاقيه جميل كده الف هنا. بعد كده لما لقيت بقى ان هو خلاص جميل والتست طلع حلو، قلت يلا بقى نعمل الكميه بتاعت. ما هو كان قاعد بقى بيساعدني، ما انا هعمل لوحدي ولا ايه وانا اللي هاكله. قاعد انا هنا خلصت الكميه بتاعتي، طلع ما بسم الله ما شاء الله كذا صاج. وخلصت بقى كده اهو بصوا. درجة حرارة 160 على الرف الأوسط. وبعد كده هتلاقيه بقى معاكي فلة. طلع معايا ده مقادير الكيلو يا جماعة. بصوا الكيلو طلع قد ايه، بس عايزة اقول لكم انا هعمل كيلو كمان. لان انا عيالي من ساعة ما اتعمل، لان هو معمول بقاله يومين، اكلوا نصه. فقلت لا بقى ما بديهاش، فان شاء الله هعمل كيلو كمان النهارده. ده كان فيديو معانا، فيديو البسكوت بتاع العيد بالمكنه. فيديو زمان. بص النعوميه بقول لكم بصوا، والريحه بتاعته كانت قلبة الدنيا. عايزه اقول لكم ولا مكتوم ولا اي حاجه خالص. كان جامد 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 جامد. عايزه اقول لكم جربوه وامشوا على نفس المقادير وتكاتها بالظبط، هيعجبكم جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو الفيديو عجبكم اوعوا بقى تنسوني في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.